السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد من برنامج الفرود. إن شاء الله منتخبنا الوطني منتخب مصر هيلعب تاني مباراة ليه في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب جنوب أفريقيا إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. وخلونا نتكلم عن المباراة دي تكتيكيا. يعني أنا بشوف إن المباراة دي مباراة تحديد المتصدر في المجموعة دي اللي هي المجموعة الثانية، يا إما يبقى منتخب مصر يا يبقى منتخب جنوب أفريقيا. إن شاء الله يبقى منتخب مصر يعني. والحقيقه المباراه دي هتبقى مباراه رخمه على منتخب مصر، يعني يمكن تكون من ارخم المباريات اللي هيلعبها منتخب مصر في تصفيات الامم. هتبقى المباراه دي لان منتخب جنوب افريقيا بيلعب كره حلوه جدا على الارض، عنده مفاتيح لعب كتير، يعني الالتحامات البدنيه قوي فيها، الشراسه الدفاعيه والهجوميه برضو قوي فيها، فيعني ربنا يستر. ومفاتيح لعبه بتتمثل ان هو دايما خطورته من على الاطراف، سواء بقى كان اللاعب مورمي او ابوليس او المهاجم فوستر مهاجم بيرنلي الانجليزي، وكمان اللاعب مكوينه اللي في نص الملعب اللي هو يعتبر محور الفريق او الدينامو والمحرك للفريق. ده لاعب خطير جدا. يعني ان شاء الله لعيبه منتخب مصر تبقى صاحيه لكل مفاتيح اللعب دي وتحاول تقفل عليها بشكل كويس قوي. واتمنى ان كابتن حسام حسن، يعني انا بشوف ان افضل تشكيل للمباراه دي هي 4-3-3، لان افضل وسيله للدفاع الهجوم. انت مش لازم تلعب بثلاث مدافعين ثابتين، انت لو عندك اثنين لعيبه صاحيه ومركزه وفايقين لكل خطوه ومدافع جامد يبقى في ظهر فوستر ده على طول، حتى لو طلع يشرب يطلع يشرب معاه، اما فيش مشكله، انت ما تبقاش قلقان من حاجه. يبقى خط الدفاع مثلا اللاعب رامي ربيعه وخالد صبحي، لان الاثنين احنا شفناهم في تصفيات التصفيات المؤهله لكاس العالم. الحقيقه يعني كان الدفاع ثابت ومفيش اي حاجه خالص ومفيش اي هفوات دفاعيه. والحقيقه المباراه اللي جايه دي مش هينفع يبقى فيها اي هفوات دفاعيه، لان زي ما قلت اللعيبه دي بتلعب على اخطاء المدافعين. المهاجم فوستر شفناه الماتش اللي فات، استلم في نص متر، في نص متر بالظبط، واللاعب في ظهره حطه في ظهره، لف شاط جول على طول. عايز يبقى معاه مدافع مركز وصاحي. فانا اشوف ان حسام عبد المجيد مش هينفع المباراه دي. شفناه المباراه اللي فاتت دافع بشكل خطا، الخطا بتاعه كلفنا هدف، واحنا مش هنبقى حمل ان احنا ناخد هدف في الاول. زي ما قلت جنوب افريقيا منتخب تقيل جدا مش هينفع احنا نقبل هدف في الاول خالص، لازم نبقى احنا اللي راكبين الجيم، يعني نبقى احنا اللي متسيدين الموقف. طبعا عشان خاطر تاريخنا واسمنا لازم احنا نلعب باسم منتخب مصر وبالثمان نجوم اللي على التيشيرت، ونبقى احنا اقوى واحنا اللي راكبين المباراه. فانا اشوف ان خالد صبحي ورامي ربيعه الافضل في الدفاع، جنبيهم محمد حمدي لو جاهز. احمد فتوح على فكره من اللعيبه اللي عندها شخصيات قويه جدا في المباريات الكبيره وبيظهر بشكل كويس قوي. النجم محمد هاني احسن لعيب بيطلع بالكوره في خط دفاع منتخب مصر، ده لا خلاف عليه. خط الوسط يبقى مروان عطيه، قدامه احمد سيد زيزو او امام عاشور، وجنبهم اللاعب عمر مرموش. انا اشوف ان عمر مرموش الحقيقه يعني المركز ده بالنسبه له احسن كتير جدا من الجناح الايسر، لان عمر مرموش من اللعيبه اللي عندها مهارات كتير، سواء بقى كان المهاره الفرديه، لو هيستلم في ظهر المدافعين، لو هيحرك اللعيبه ويباصي باص كده او يحط الكره للعيب في العمق يسجل منها هدف. لو لقى الدنيا مقفله بيشوط على المرمى وبيشوط بشكل كويس قوي. فده افضل مركز لعمر مرموش، وهيبقى عنده حلول كتير للمنتخب. خط الهجوم يبقى محمد صلاح، مصطفى محمد عشان العمق الهجومي، وكمان محمود حسن تريزيجيه. ده اشوف ان ده افضل تشكيل لمنتخب مصر عشان يقفل على مفاتيح لعب منتخب جنوب افريقيا، سواء بقى كان المدافعين اللي بتتقدم وبتعمل الزياده الهجوميه، سواء الباك اليمين لاعب موديبا او الباك الشمال موداو، او العكس، لا موداو الباك اليمين وموديبا الباك الشمال، فيقفل عليهم بمحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ويضغط من قدام. اللاعب مكوينه اللي بيبصم على كل كوره، ولما بيلاقي مساحه فاضيه في نص الملعب بتلاقيه بعت صاروخ على المرمى. يعني مش هو بس، واللاعب كمان اللي جنبه برده بيشوط على المرمى حلو قوي. وكمان برده في مدافع بيتقدم، برضه شفته في مباراه انجولا، اللي تابع منكم المباراه واتفرج حتى على الملخص، في مدافع شاط كوره صاروخ جت في العارضه. فانا اتمنى ان اللعيبه احمد سيد زيزو او امام عاشور وعمر مرموش يبقوا متقدمين وضاغطين عليهم من قدام عشان ما يطلعوش بالكوره. خط الدفاع لازم يبقى صاحي، لان اللعيبه دي بتلعب على اخطاء المدافعين بشكل كويس قوي، وبيلعبوا على المساحات اللي في ظهر المدافعين، والكرات اللي بتتلعب طوليه بيستخدموا السرعات بتاعتهم وبيلعبوا عليها بشكل كويس قوي، وبتلاقي فيه خيول بتجري في المساحات الفاضيه. فاللعيبه لازم تبقى صاحيه ومركزه. الضغط من قدام هيبقى مهم جدا، انك تبقى متسيد المباراه هيبقى شكلك احسن وهيبقى شكلك كويس قوي. وطبعا كابتن حسام، يعني انا بقول ده التشكيل امثل من وجهه نظري المتواضعه جدا. يعني ممكن كابتن حسام يبدا بالتشكيل ده وممكن يبدا بتشكيل تاني خالص، طبعا لكل الاحترام والتقدير ولازم كلنا نحترمه. وارجع واقول لك
الدعم مهم، الدعم مطلوب. اللعيبه دي لو كلت النجيله، لو هتاكل النجيله واحنا واقفين بنتفرج عليهم عادي وما بنشجعهمش وما بندعمهمش، لا هيقول لك طب وانا اكل النجيله على ايه؟ ما فيش حد في ظهري، فلازم نبقى احنا في ظهرهم. منتخب جنوب افريقيا عنده اخطاء، طبعا عنده اخطاء. زي ما قلت ان في المباراه اللي فاتت امام انجولا كان عنده اخطاء مهمه جدا في الكرات الثابته والكرات العرضيه، ولولا تالق الحارس ويليامز كان زمان انجولا متقدمه في النتيجه ومخلصه المباراه ليها. ويليامز صد كرات كتير جدا، يعني صد كرات كتير كانت خطره بالذات من الكرات العرضيه، وتسجل على الهدف برده كانت من كره ثابته وكانت عرضيه. فانا اتمنى ان منتخب مصر ما يبقاش فرعونه، يلعبوا برجوله، يستغلوا انصاف الفرص، لان الفرصه اللي هتيجي امام دفاع جنوب افريقيا ممكن ما تتكررش تاني. اللعيبه لازم تبقى رجاله، الهفوات الدفاعيه مش مطلوبه خالص خالص خالص. الضغط من قدام مهم، التخليص بدري هيبقى مهم وهيريحك ان انت تاخد الثلاث نقاط دول وتضمن ان انت صعدت اول المجموعه وتريح الفريق الاساسي وتلعب بالبدلاء الماتش اللي جاي. ده هيفرق كتير جدا معانا، وطبعا بتمنى لهم كل التوفيق. الدعم مهم، الدعم مهم، الدعم مهم، وبتمنى لكم طبعا مشاهده ممتعه. وكان معكم احمد عمير وبرنامج الفرود. السلام عليكم.